الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. أنا أم منى ودي قناتي على اليوتيوب. حابة كل حبايبي ومتابعيني اللي بيشوف الفيديو ويعمل اشتراك من كلمة اشتراك اللي بالأحمر اللي تحت الفيديو، ويحط لايك للفيديو منكم ويكتب لي تعليق حلو. ربنا يصلح حاله وحالكم جميعا. كده أنا يومي بادئ من بدري. في هنقول صباح الخير، صباحنا زي الورد والفل والياسمين، صباحنا مشرق بنور الله وبركاته على احلى ناس وعلى احلى متابعين. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي ويخليكم ليا ويزيدكم من نعيم الله وفضله. تعالوا كده نشوف انا هعمل ايه. انا قمت بدري بعد ما صليت وشفت اللي ورايا وكده، دخلت على المطبخ عشان اجهز فطار. فقلت ايه، بما انه انا جايه بدري وهم لسه نايمين، انا هعمل صينيه كيكه كده بسرعه واحطها في الفرن. الولاد طالبينها مني من كذا يوم. فانا بصراحه مش كنت عايزه اصورها، بس قلت هصورها معاكم. تعالوا كده نشوف مكونات الكيكه بتاعتنا. سهله وبسيطه جدا جدا، كيكه البرتقال. طريقه سهله وبسيطه، ورقه وقلم واكتبي معايا وشوفي الطريقه كده، مش في اسهل من كده ولا ابسط من كده. اول حاجه انا معايا نص كيلو من الدقيق اهو، لسه ما ضفتلوش اي حاجه خالص. يبقى معايا نص كيلو دقيق. خلاص كده. معايا كوبايه من السمنه، سمنه على زيت يا بنات، على فكره مش سمنه صافي ولا زيت صافي، سمنه على زيت. حابه تعملي بزيت عادي، حابه تحطي سمنه مع زيت، انا عامله الاثنين على بعض ميكس كده. ومعايا كوبايه من السكر، وهضيف تاني سكر لو احتجت تاني على حسب ما انا عايزه وعلى حسب ما انت بتحبيها. هل بتحبيها مسكره خفيفه سكر زي ما تحبي اعملي. خلاص. معايا كوبايه من اللبن، على فكره اللبن ده الوش بتاعه، لان اللبن اللي معايا لبن بجري وكده، فهو عامل وش بس اهو. شايفين ده لبن اصلا اهو، بس هو عامل وش اهو. بسم الله ما شاء الله، هو يعني خيره زي ما بيقولوا. خلاص. يبقى كوبايه من السمنه والزيت، كوبايه من السكر، كوبايه لبن، معايا 4 بيضات. خلاص كده. ومعايا العصير البرتقال هاخد منه على حسب ما انا عايزه. معايا 1 كيك شيف، و2 ظرف فانيليا من اللي هي الحبويات اللي هي بتاعت السكر ديت، ومعايا ظرف تاني من اللي هو ده. خلاص. هنشوف مكوناتنا سهله وبسيطه جدا. تابعوا معايا الفيديو للاخر وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي ويخليكم ليا. اول حاجه هعملها قبل ما اشتغل في الكيكه، لازم تكوني مولعه الفرن بتاعك. قبل ما تشتغلي في الكيكه لازم تكوني انت مولعه الفرن اصلا عشان ياخد درجه سخونه كويسه، عشان تخش على درجه حراره عاليه. خلاص. اول حاجه هعملها بعد كده الصينيه اللي هحط فيها الكيكه. خلاص. اي صينيه عندك، بايركس، جالب، جمع زي اللي معايا ديت، المتاح عندك حط فيه. خلاص كده. يبقى اول حاجه انا هعملها الصينيه اللي معايا، هاخد كده من السمنه اللي معايا دي. بسم الله. تابعوا معايا كده. هاخد منها كده وادهن الصينيه بتاعتي كويس اهو. شايفين؟ يبقى بعد ما تولعي الفرن ادهني الصينيه بتاعتك كويس. خلاص. من نفس السمنه اللي هعجن بيها عادي خالص اهو. هنبطن الصينيه بتاعتك كويس. دي صينيه جمع يا بنات، مش شرط الصينيه اللي عندي، المتاحه عندك اعملي منها. خلاص. ادهنيها كده كويس وبطنيها كده من فوق ومن تحت، علشان تبقى الكيكه بتاعتك جميله كده وواخده تبطينه كويسه جدا جدا. يبقى انا كده عملت اول حاجه، بطنت الصينيه بتاعتي بالسمنه. هجيب رشه من الدقيق بسيطه جدا. خلاص. بسم الله. هاخد رشه من الدقيق بسيطه خالص كده اهي. شايفين اهي؟ هنبطن بيها الصينيه، والزوايد الباقي هننزلها اهي اهي. خلاص. خبطي عليها كده كويس بحيث الدقيق اللي فيها ينزل. وخلاص. هنيجي على المكونات الجافه اللي معايا. هتنزلي هي منى على الدقيق، هانزل عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ذره الملح بتاعت اي كيكه بتتعمل او اي حلويات بنعملها. لازم نحط ذره الملح دي يا حبيبتي. بصي بين صباعك اهي، دي بتعادل نسبه الحلويات بنحطها لاي حلويات حدينه. خلاص كده. يبقى المكونات الجافه نزلت على الدقيق بذره من الملح، وهنزل عليها بالكيك شيف. بسم الله اهو. شايفين؟ صلوا على النبي كده في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قلب الكلام ده كله كده مع بعضه اهو. بذرة ملح، كيس البيكنج باودر،
وجلبي كل الدقيق، يبقى كده المكونات الجافه كده مع بعضيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هشيل الكلام ده كله كده، وهنيجي بعد كده على الخطوه اللي بعد كده. ايه الخطوه اللي بعد كده يا منى؟ بسم الله. هجيب طبعا الخلاط بتاعي. عايزه تعملي كده بالمضرب السلك اليدوي عادي براحتك خالص خالص خالص. خلاص انا جبت الشفشق بتاعي. خلاص هانزل اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 4 بيضات هانزل بيهم كده في الخلاط بتاعي. بسم الله. خلاص بعد كده هانزل بكوبايه اللبن اهي. ماشي. بعد كده هانزل كله بالمكونات دي سايله، يبقى البيض، اللبن، الزيت مع السمنه. خلاص اهو. انزل بقى بالفانيليا بتاعتي على البيض واللبن عشان الزفوره. خلاص معايا باكت من اللي هي من دي يا بنات، ومعايا 2 من اللي هي الكياس دي جميله جدا تحفه. لو متاح عندك يبقى الاستعمال منها افضل اهي. بسم الله. مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده ولا اسرع من كده. بعد كده هانزل معايا بالسكر. السكر ده حسب رغبتك، انا معايا كوبايه بس هنزل تاني بنص كوبايه يا بنات. انت اعملي على حسب انت بتحبي السكر بتاعك مسكر ولا خفيف ولا ايه. خلاص انا هنزل على النص كيلو بتاعي بكوبايه ونص من السكر اهي عشان تبقى كويسه. ادي كمان نص كوبايه. بعد كده هانزل، شايفين، هاخد كوبايه كده من، طبعا دي مكان اللبن عادي لانه كله هينحط. هنزل كمان بكوبايه عصير من البرتقال اللي معايا اهو، شايفين. وبعد كده هانزل في الخلاط بالكلام ده كله، وهاخد الكلام ده كله واضربه. وبعد ما اضرب الكلام ده كله في الخلاط هنرجع مع بعض. ضربنا كل الكلام ده كله في الخلاط، هننزل بيه كده على الدقيق. بسم الله. شايفين القوام بتاعه كريمي كده، بصوا حاجه تحفه كده من الاخر. خلاص ناخد الكلام ده كله كده. بسم الله. اللي بيبقى باي مضرب عندك يا هدي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. بسم الله بسم الله الله اكبر. حاجه كده بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. طريقه سهله وبسيطه جدا جدا جدا، مفيش اي افتكاسه خالص. تعجنيها كده كويس. بسم الله. انا هشيل المضرب كده وهجيب السباتولا. بسم الله عشان نلم الدقيق ده مع بعضنا كده. خلاص لو عايزت منك اي حاجه زوديها عادي. انا باجي معايا عصير برتقال هحطه طبعا لو عوزت منه. انا بحب قوام الكيكه يبقى خفيف جدا. شايفين، لمي كده لحد ما كل الدقيق ده يختفي معاكي. شايفين اهو. قلبي كده كده، شفتوا الدقيق كده كله اختفى معايا. خلاص اهو. قلبيه كده بقى. انا هجيب المضرب بس اقلب بيه من فوق لتحت كده اهو. القوام بتاعها تحسيه ماسك شويه او جابس شويه عادي. ممكن تضيفي مثلا لو في لبن متاح عندك ضيفي، ما فيش عادي ممكن تزودي ريحه ميه. انا هزود بس ريحه ميه بسيطه. ثانيه واحده بس اجيب كوبايه ميه اهو. ازود سنه ميه بسيطه خالص اهي. قلب الكلام ده كله. شايفين لازم القوام يبقى سايل كده يا بنات اهي، كريمي كده عشان تبقى الكيكه معاكي هشه وخفيفه وطريه جدا 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 اهو. تابعوا معايا الفيديو كده للاخر. طبعا الفرن بتاعي شغال من قبل ما اشتغل في الكيكه بتاعتي. خلاص لو عندك، لو هتحطيها في فرن من بتاع البوتاجاز هتحطيها على الرف الوسطاني من مده من حوالي نص ساعه، وبعد كده تختبريها باي خله عندك تشوفيها استوت ولا لا. انما انا بصراحه هحطها في فرن الغاز عندي اهو. شايفين ده القوام بتاعها اهو سايل خالص خالص. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اهو. شايفين. ثواني وهجيب الصينيه بتاعتي. خلاص الصينيه بتاعتي وده قوام العجينه بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم كده
اهو. هي الصينيه هنزل بقى اصب فيها الخليط بتاعي كده. شايفين؟ بصوا، شايفين القوام ده اهو. انزلي بقى بالكميه اللي معاكي. خلاص اهي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شايفين يا بنات؟ حاجه كده عظمه. هتخبطيها كده خبطتين اهي. شايفين؟ عشان تطلع الفقاعات اللي هي ظاهره كده على الوش اهي. شايفين؟ مولعه كمان خبطه اهي. اهي الفرن بتاعي شغال والصينيه بتاعتي شغاله. انا باجي معايا حبه من العجينه برضو، هشوف لهم بايركس احطهم فيه وهدخل صينيه الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن هنشوف شكل الصينيه بتاعنا بيكون ازاي. شايفين يا بنات؟ بسم الله ما شاء الله. بعد ما طلعت كده من الفرن هتجيبي خلايه زي كده، ما يهمكيش ان هي اتشججت كده، ده عادي، ده من السوا بتاعها. شايفين الخلايه نظيفه خالص، تحفه تحفه. شايفين الصينيه شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنسيبها بس تهدى شويه وبعد كده هنقلبها. دي كان معايا برضو الحبه اللي بيجوا معايا، حطيتهم في صينيه زي دي. شايفين اللون تحفه بسم الله ما شاء الله. برضو اختبرتها كده بخلايه نظيفه خالص، تحس ان الخلايه ما فيهاش اي عجين خالص. بقى كده هي معانا استوى. هنسيبها بس تهدى كده ونقطعها ونشوف مع بعض. اوريكم شكلها بيبقى ازاي. نعملها بقى مع كوبايه شاي، كوبايه نسكافيه، وبيبقى احلى فطار لو هتفطري بيها او تتعشي بيها. خلاص قطعت صينيه الكيكه كده وبردت كده وبقت بسم الله ما شاء الله. شايفين يا بنات؟ بسم الله. شايفين الفراغات اللي بين الخرطه كده ونفسيها؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شايفين الفراغات بتاعتها؟ شايفينها؟ شايفين الارضيه بتاعت الصينيه نفسها؟ بسم الله ما شاء الله. حاجه كده تفتح النفس. شايفين كده يعني شايفين طراوه الكيكيه نفسها؟ انا عايزه اوريها لكم بس في الكاميرا اهي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الفراغات اللي في النص دي؟ حاجه كده تفتح النفس، سهله وبسيطه، تنفع فطار تنفع عشاء. واللي زي ولادها بيحبوا الكيكه زي ولادي كده، حاجه كده هتعمليها سهله وبسيطه جدا. فانا قمت كده عملتها هي الاول، وبعد كده هخش اجهز لهم فطار كده، ايه، فطار شعبي زي ما بيقولوا. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. تابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش لايك للفيديو، ما تنسوش اشتراك في القناه. بحبكم في الله. تعالوا كده مع بعض نعمل احلى فطار. بما ان واحده يعني طلبت مني ان اصور الفطار وكده عشان ما بصوروش خالص، فقلت ماشي هصور لكم فطارنا يبقى شكله ازاي وهنعمل ايه. وتعالوا كده مع بعض نشوف هنعمل ايه. خلاص دي احلى كيكه. قدميها بقى مع شاي، كوبايه شاي بلبن، نسكافيه، زي ما بتحبي اعملي. خلاص كده تعالوا كده نشوف فطارنا هيبقى شكله ايه. تعالوا كده يا حبايب قلبي، خشيت بقى على الفطار بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. جبت معايا بطاطس، معايا بتنجان، معايا فلفل كده اخضر برضو هجليه، ومعايا كيس من عجينه الطعميه، ومعايا كيس برضو فول. انا عامله الفول والطعميه العجينه دي معاكم على القناه، اللي ما شافهاش يرجع للفيديوهات بتاعتي ويشوف عجينة الطعمية والفول المدمس بطريقة سهلة جدا جدا جدا. ما تنسوش لايك ليا للفيديو حبايبي ومتابعين الجمال، بنحبكم في الله، أحلى ناس وأحلى أخوات ليا في الدنيا. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا ويزيدكم من نعيم الله وفضله. أنا غسلت كل الخضار اللي معايا كده وقطعته وغسلته كويس جدا جدا جدا. وبعد كده هاخد الكلام ده كله واروح على البوتاجاز بتاعي. هحط الطاسة بتاعتي على النار. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. اذكر الله يا حبايب قلبي، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يجعل لساننا عامر بذكر الله. هاخد الكلام ده كله. بقول لكم هنا الفلفل ده اخضر، بصوا تحفه بنات، لسه صابح على فكره. ما تنسوش لايك. تعالوا كده مع بعض عشان نجلي الحاجات اللي معانا دي كلها ونجهز احلى فطار هتشوفوه معايا للفيديو. ما تنسوش اللايك ليا، اهم حاجه تحطوا لايك للفيديو. بنحبكم في الله، احلى اخوات واحلى ناس. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي ويخليكم ليا يا رب. شفتوا كده؟ انا حطيت طاسه على النار ونزلت فيها بالبطاطس بتاعتي وهجلي كل الكلام ده كله. هتشوفوا احلى فطار معانا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حمرنا البطاطس وجهزنا الفطار بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وحمرت الفلفل زي ما انتم شايفين، وادي الباذنجان بالدجه بتاعته. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شايفين؟ وادي الطعميه بتاعتي. ايه رايكم؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. وده الفول بالطحينه، وده العيش بتاعي، وده فطارنا كده يا بنات زي ما انتم شايفينه معانا. عفوا، الحمد لله.
ده كان شكل الفطار بتاعي. هنروح نفطروا كده معانا. اتفضلوا معانا الفطور بتاعنا، يا رب كده يعجبكم وينال رضاكم. بحبكم في الله. متنسوش لايك للفيديو واشتراك. تابعوا معايا الفيديو للاخر، هنشوف احنا كده هنعمل ايه. هنروح نفطر وبعد كده هرجع لكم.